بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء نشكر سلطات ولاية مستغانم على وقوفها إلى جانب الفريقين. أولا فريق وداد أمل مستغانم بتأهيل ملعب الرائد فراج. الحمد لله يا ربي. من هذه الجمعة إن شاء الله نستقبلوا فريق شبيبة تيارت على أرضية ملعبنا. نشكر الوالي والبي بي ومدير الشبيبة والرياضة ومديرية الأمن على وقفتهم هذه الشجاعة في الظرف وجيز. قدروا يأهلوا الملعب. ولا احنا دروك كما قال لك الحمد لله نشكرهم جزيل الشكر. وبفضل الرجال ولاية مستغانم الوداد عاود ولا الملعب تاعه، وان شاء الله الجمعه ان شاء الله تكون انطلاقه في وداد امل مستغانم. ونشكركم كثير على وقوف مع الفريق. يعني هذا يخدم النادي، يعني كنتوا تستقبلوا برا ولا ما يخفاش عليكم. استقبلنا 3 مقابلات خارج ميدان مستغانم. استقبلنا نجم العكنون في بلعباس، وزدنا استقبلنا شباب المشريه في بلعباس، وزدنا تنقلنا للشلف باش لقينا سواد سليم. والحمد لله قدرنا نحققوا 4 نقاط، ومازال الشوط طويله، مازال 27 ماتش، وان شاء الله الفريق يعود الى مستواه المعهود، ونلعبوا في ملعبنا اللي هو معشوش طبيعيا. تكون نظره واحده اخرى على الفريق تاعنا ان شاء الله. وان شاء الله الجمعه ان شاء الله تكون انطلاقه الفريق. نطلب من الجمهور ان شاء الله حضور بقوه يوم الجمعه كونتر تيرت. الاخطاء هذه مقابله الجمهور، ما نكذبش عليكم، حنا عانينا باش جبنا هذا الملعب، والله لا عانينا. كل سيمانه نجرو غير باش نلعبوا في هذا الملعب. والحمد لله ربي وفقنا بفضل الرجال والسلطات. هذا ماذا بيا يكون حضور جماهيري كبير يساندوا الفريق تاعهم، باسكو هذا الفريق تاعهم تاع الشعب. عاونونا في هذا الفريق.